تعالوا بقى النهاردة هنعمل أحلى دوناتس بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان كده حاجة هشة وطرية وخفيفة. يلا بينا على طول كده نشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة هنا معايا معلقة كبيرة سكر، ومعايا ربع كوباية مية دافية، ومعايا معلقة كبيرة خميرة. أنا هنا استخدمت الخميرة الأنجلو، بصراحة نتيجتها هايلة جدا جدا وبتدي نتيجة حلوة. وبنقلبهم حلو قوي مع بعض وبنسيبهم على جنب. دايما بنقول يا جماعة ان احنا بنختبر الخميرة الاول بره عشان نتأكد من سلامتها. انا ممكن احط على طول الخميرة مع اللبن مع الحاجة، بس طبعا علشان الناس المبتدئة اللي مش متأكدة من جودة الخميرة فاحنا بنعمل الطريقة دي الاول. معايا هنا نص كوباية لبن دافية، وحطيت عليهم معلقتين كبار سكر، ومعايا هنا بيضتين. طبعا البيضتين يا جماعة البيضتين مفهومش بديل. البيضتين ممكن نبدلهم ببيضة واحدة، بس علشان البيض بيطلع الدونات حاجة كده من جوه بتكون هشة وطرية، فبضطر ان انا استخدم البيضتين، يعني مفيش بديل هنا للبيضتين. وبحط على البيضتين باك فانيليا، وبنقلبهم حلو قوي يا جماعة علشان اضمن ان السكر مع البيض مع اللبن اندمجوا حلو قوي. لغاية كده متهيألي تمام، مفيش اي صعوبة لغاية كده تمام. بقلبهم حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده علشان اضمن ان المكونات كلها اندمجت مع بعضها. لغاية كده تمام. اول حاجه هنا كمان بستخدم انا هنا دقيق سنبله الفرات. دايما طبعا انتوا عارفين ان انا في شغلي على طول بستخدم دقيق سنبله الفرات، طبعا قايلين ان نتيجته حلوه جدا لجميع الاستعمالات. حطيت 4 كوبايات بالكوبايه بتاعه الشاي بتاعتنا اللي موجوده في كل بيت، 4 كوبايات دقيق، وببتدي اخلطهم حلو قوي على الخليط بتاعي. وكمان شايفين الخميرة بتاعتنا عملت فقاعات من فوق كده، اعرف ان نتيجة الخميرة بتاعتي مظبوطة. بحطها على المكونات بتاعتي وهبتدي بالعجان، او مفيش عجان يا جماعة بايدينا وببتدي هنا معايا ربع كوباية مية دافية بكمل بيها عشان لو العجينة بتاعتي احتاجت هتاخد جزء بسيط طبعا من المية. بنضربهم ضربة حلوة كده، وفي وسط ما احنا بنضرب الخليط بتاعنا الدقيق العجينة بتاعتنا بننزل بمعلقتين من الزبدة، والزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. لغاية كده تمام، مفيش اي صعوبة. اللي عنده يا جماعة اي اسئلة او اي حاجة يسألهاني في الكومنتات. لو في اي حاجة مش عارفينها يا جماعة اسألوني في الكومنتات. بعد هنا ما ضربت العجينة بتاعتي وحطيت فيها الزبدة، حطيت المعلقة ولسه المعلقة التانية بتبقى بالمنظر ده. طبعا هتتقطع معاكي مفيش مشكلة، اضربها لغاية العجينة بتاعتي ما تظبط معايا. انا ساعات هنا بصراحة يا جماعة ما بكتفيش بضرب العجان، كمان بخدمها حلو بايدي زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي انزل العجينة بتاعتي على الرخامة او الترابيزة وابتدي اعجن فيها كمان تاني، علشان يا جماعة كل ما بنخدم الخميرة العجينة بتاعتنا حلو النتيجة بتطلع بجد بجد افضل واحسن. بعد ما خدمتها حلو زي ما انتوا شايفين كده هحطها في البولة واغطيها بالاستريتش واسيبها تخمر. هنا بقى بعد ما خمرت زي ما انتوا شايفين النتيجة مفيش كلام يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده التخمير اهوت قدامكم. اخدت لها حوالي بتاع ساعة يا جماعة، احنا الجو طبعا دافي لسه، فاخدت لها حوالي ساعة. ببتدي كده اقسمها 2 عشان لما اجي افرد واعمل تقطيعات الدونات العجينة كلها يا جماعة ما تتخدرش معايا، فبقسمها على نصين. نص ببتدي اشتغل بيه والنص التاني اسيبه واغطيه بكيس بلاستيك يرتاح في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما بقاش هدرت العجينه كلها، عشان البواقي طبعا ببتدي المها واجمعها من تاني. اما افرد العجينه هنا يا جماعه انا مش عايزه السمك يبقى رقيق. عندك زي ما انت شايفه القطاعات دي متواجده، لو مش متواجده ممكن بالكوبايه زي ما انتوا شايفين كده. واي حاجه عندك اللي هي بتاعه البيتيفور ممكن في النص تقومي عامله لها الفتحه اللي في النص. انا هنا عملت قدامكم بكذا حاجه علشان ما يبقاش في اي مشكله في تقطيع الدوناتس.
كوباية موجودة ننزلها في الدقيق ونبتدي نقطع. القطاعة ديت متواجدة عند أي مستلزمات حلويات متواجدة، برضو بحطها في الدقيق وابتدي أقطع. المتواجد عندك، مفيش القطاعة ومش متواجدة، كوباية زي ما أنا قلت. بالقطاعة بتاعة البسكوت والحاجات ديت اللي هي القمع الصغير، بقى من النص في النص كده اهوت، وبعمل لها الفتحة اللي انتوا شايفينها كده. بكون مقطعة هنا ورق زبدة وبحطه عليه، او مفيش ورق زبدة ممكن يا جماعة شوية دقيق بساط جدا بحطهم في الصاج وبحط الدونات عليه، علشان طبعا مع التخمير بيلزق في الصاج او الصينية طبعا المتواجدين. فده طبعا لو ابتدت تلزق وجيت اطلعها علشان اقليها، طبعا ممكن التخمير بتاعها كله طبعا ينزل خالص. فطبعا هنا بحطها على ورقة الزبدة علشان احطهم في الصينية وابتدي اسيبهم يخمروا، بغطيهم واسيبهم يخمروا لغاية كده يا جماعة. مفيش اي صعوبة لو في اي حاجة زي ما احنا متفقين نقولها. هنا ديت طبعا البواقي اللي انا طلعتها ببتدي اكورها تاني وهسيبها طبعا ترتاح، او ممكن اقسمها زي ما انتوا شايفين على نصين كده او 3، علشان في طريقة تانية ممكن برضو نعمل بيها الدونات زي ما انتوا شايفين كده. انا هقسمها 3 وابتدي اكورها كده واسيبها ترتاح، وبعد كده احطها في الصينية واسيبها تخمر. دي طريقة برضو تانية من طرق الدوناتس. لو انا مش حابة لا اقطعه بالكوباية ولا بقطعه ولا باي حاجة، بعمله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي وبسيبها تخمر لغاية كده. تمام، دولت طبعا الحاجات اللي طلعت انا حطيتها هنا في خلة وهروح اقليها على طول في المقلاية. ابتديت اعمل الجزء التاني من العجين بتاعي كده لغاية الان جماعة مفيش اي تهدير في العجينة خالص. ابتديت افردها وزي ما احنا متفقين انا مش عايزة افردها رفيعة، انا عايزة افردها تكون سمكها حوالي 2 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا مش عايزاها تبقى خفيفة او ان السمك بتاعها يبقى قليل، لا انا عايزاها عالية زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت هنا بالكوباية حطيتها في الدقيق وبعدين ابتديت اقطع لان انا عايزة اعمل شوية مقفولين زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو ديت هبتدي الفها تاني واسيبها علشان تعيد ترتاح شوية، وابتدي تاني افردها واقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بخلص يا جماعة المقدار بتاع الدوناتس بتاعي كله، ببتدي بقى اكون مسخنة الزيت بتاعي، والزيت يا جماعة ما يكونش سخن قوي زي ما انتوا شايفين. الزيت ولا هو بارد ولا هو سخن قوي، علشان لما نزل الدوناتس عليه الدوناتس على طول ما تقومش محروقة من فوق ومن تحت ومن جوه تبقى نية. الزيت زي ما انتوا شايفين كده. التحمير يا جماعة يبقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. انا هنا نزلت ديت بورق الزبدة، بس طبعا هي لازقة شوية في ورقة الزبدة، بس دلوقتي مع سخونية الزيت هتطلع. نقلي يا جماعة على الجنبين وبالعود الخلة نقلب علشان يا جماعة الخميرة ما تفضاش منه. شايفين هنا دي طبعا لزقت سنة في ورقة الزبدة، بس على طول سابتها ومعملتش اي حاجة في الخميرة بتاعتها. ببتدي هنا اطلع بعد ما سوينا الجنبين. طول ما الخط يا جماعة الوسطاني ده ظهر في الدوناتس يبقى الدوناتس بتاعي مظبوط. اهم حاجة الخط الابيض اللي في النص طول ما ظهر قدامي يبقى الدوناتس بتاعي مظبوط. وببتدي احط برضو بقية الدوناتس زي ما انتوا شايفين كده، وبطلعهم يحمر الوش اللي تحت اقلبها على الوش التاني، وببتدي اكرر الدوناتس كله لغاية ما المقدار بتاع الدوناتس كله يخلص معايا زي ما انتوا شايفين كده. بتتدلع في الزيت يا جماعة، شايفين اللون عامل ازاي؟ بجد حاجة من الاخر تحفة، مفيش كلام يا جماعة. شايفين بقية الدوناتس انا جايبه لكم هنا مصوره لكم بالظبط الدوناتس واحنا بنقليه علشان تبقوا معايا خطوة بخطوة، مفيش اي حاجة من الفيديو تبقى فعلا متفلتة او متسابة، كل الطريقة بالظبط من اولها لاخرها معاكم، علشان لما نمشي على الطريقة والمقادير تطلعوا الدوناتس بطريقة صحيحة.
ما يطلعش منكم الدوناتس مكتوم من جوه او معجن او مش مستوي حلو. لا، معاكم واحده واحده زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه الدوناتس معاكم يا جماعه يطلع حلو. شايفين يا جماعه التخمير؟ شايفين الدوناتسايه بتقب ازاي؟ ديت يا جماعه بعد لما بتستوي وبنطلعها بتبقى من جوه حاجه كده قطنيه وهشه، بجد بجد بيبقى تحفه. نحافظ على المقادير كويس والطريقه نمشي بالظبط علشان الدوناتس يطلع حلو. هنا دي طبعا على طول زي ما انتم شايفين فكت على طول من ورقه الزبده على طول، فطلعت بسهوله. بنكرر الدوناتس لغايه ما المقدار كله بيخلص. زي ما انتم شايفين التحمير عامل ازاي يا جماعه، واللون لون الدوناتس عامل ازاي. اهم حاجه زي ما احنا متفقين الخط اللي في النص في الدوناتس يطلع مظبوط. هنا طبعا بعد ما خلصنا المقدار كله قلناه وسبناه يبرد شويه. هنا دي يا جماعه انا كان بصراحه عندي حب استطلاع ان انا افتحها، لكن شايفين من جوه عامله ازاي، بجد تحفه، هشه وطريه، وبجد بجد مفيش كلام. طبعا يا جماعة لو بنستفاد من الفيديو او من الفيديوهات كلها اللي بتنزل واللي لسه هتنزل، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس. يسعدني دايما يا جماعة انك انتم تستفادوا من القناة ونشترك. واي حاجة تعليقات تخصكم او حاجة انتم مش فاهمينها على طول انا ممكن ارد على طول في التعليقات. فاللي عنده اي حاجة مش عارفها يكتب لي وانا هرد عليكم على طول. زي ما انتوا شايفين كده انا فتحتها قدامكم من جوه، زي ما انتوا شايفين حاجه كده زي القطن يا جماعه، هشه وطريه، ونمشي على الطريقه والمقادير حلوه تطلع بنفس الطريقه. انا هنا جبت المعلقه ديت قدامكم زي ما انتوا شايفين، وابتديت كده افتح الدوناتسايه بالطريقه دي علشان ابتدي احط لها نيوتيلا. انا هنا عملت نيوتيلا وعملت كاستر. شايفين يا جماعه المربعه اللي كانت في ايدي دي تحفه جدا. انا هنا ابتديت احط النوتيلا في الكيس الحلواني وهبتدي احطها في الدوناتس، وحطيت عليها قبلها كده شويه سكر زي ما انتوا شايفين كده. اللي مش حابب يحط عليه سكر براحته، مفيش مشكله، ملهوش لازمه لو مش حابب. فتحنا الدوناتس بالمعلقه بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، وحابين تحطوا نيوتيلا حابين، مش حابين اللي مش حابب النيوتيلا اصلا. الكاستر كوبايتين لبن على معلقتين كاستر كبار، وبنقلبهم حلو قوي على البارد، وممكن معلقه سكر كمان، وبنقلبهم حلو قوي على البارد، وبنعمل الكاستر وبنسيبه يبرد. وبعد كده بحطه في كيس حلواني وببتدي احشي بيه الدونات بتاعي. زي ما انتوا شايفين دي انا عملتها مربعه، بجد شكلها عجبني جدا جدا. قلت كتغيير عن المدور. اللي حابب يعمل المقدار المقفول كله بنفس الطريقه بتاعت المربعه، انا عملتها بالقطاعات اللي هي المشرشره دي، فيها جهه مشرشره وجهه عاديه. انا عملتها بالجهه العاديه، حشيت بقيتهم كده زي ما انتوا شايفين بالكاستر. بس اللي بالكاستر يا جماعه تحفه جدا جدا. طبعا احنا عارفين الدونس القطع بقد ايه بره، فالكلام ده غني عن التعريف، ما فيهوش كلام. طبعا برضو قبل كده انا عملت قدامكم اللوتس والنوتيلا، عارفين ان احنا بنخففهم ازاي، زي ما احنا قايلين بالزيت، والزيت يكون نوعيه نظيفه. بنحط معلقتين وبنقلب لغايه ما احس ان النوتيلا او اللوتس قدامي القوام المطلوب. فهنا انا بعد ما ظبطتهم وخففتهم ابتديت احط فيهم الدوناتس بتاعي زي ما بيقولوا بقى كده، يعني ايه باظظ خالص والحاجات اللي بيقولوها دي. بس احنا طبعا عندنا بجد بجد شغل وطعم عالي جدا جدا جدا. طبعا بالنسبه للناس اللي بتطلع اونلاين اوردرات، بجد دي احلى حاجه تطلع منها اوردرات بجد، ورزق حلو ومكسب حلو للناس طبعا ولينا اللي بنشتغل اونلاين. فيطلع بطريقه حرفيه وبطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت حاجه كده تبقى طعمها مميزه عن الشارع، فاكيد طبعا هنطلع منه احلى شغل. هنا طبعا انا حطيت اللوتس زي ما انتم شايفين، بضربها ضربتين كده علشان عايزه اللوتس يبقى من على الوش، المفروض ما يبقاش فيه اي كلاكيع كده زي ما انتم بتقولوا كده. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا ازوق الدوناتس بتاعي كله للاخر.
انا مش هسيب منه حاجه. مثلا اللي حابب مثلا او مطلوب منه بسكر بس، يسيب طبعا كام قطعه بالسكر بس علشان حسب الطلب اللي مطلوب منه. والباقي هنا عملتهم شوكولاته اللي هي الخام بتاعتنا. طبعا معروف ان احنا بنسيح قطعتين 3 على حمام مائي وبقلبها حلو، وما بحطش لا زيت ولا اي حاجه. الشوكولاته الخام لوحدها دي ساده، سما ساده، انا ما بحطش عليها اي اضافات. هنا انا حطيت بسكوت اللوتس، وكنت مكسره كده بسكوتين وابتديت احطهم على الدوناتس من فوق زي ما انتم شايفين كده. والجرنشه زي ما احنا قلنا في اي حاجه بتاعتك انت، والشكل النهائي بتاعك انت حسب ما تحبي اللي تعمليه. عايزه تطلعيهم ساده، عايزه تطلعيهم زي ما انت معايا كده في الشغل الجرنشه، مفيش مشكله. دي طبعا الطريقه اللي انت حباها والطريقه اللي مطلوبه منك. المقفول زي ما احنا قلنا او متفقين هيطلع مثلا بالنوتيلا او بالكاستر. المطلوب منك تعمليه حسب الزبون او العميل اللي طالب. طبعا بنعمل شغلنا زي ما انتم شايفين كده. كان عندي برضو هنا شوكولاته بيضه، ابتديت احطها على النوتيلا وبالخله بتاعتي كده، وابتديت اعمل خطوط من الجنب. طبعا الشغل الجرنشه ده يا جماعه بيدي منظر حلو جدا جدا لاي حاجه احنا بنعمل الفينش بتاعها بالطريقه دي. عملت خطوط زي ما انتم شايفين كده على الدوناتس، وده الشكل النهائي بتاعه زي ما انتم شايفين كده. بس بجد حاجه من الاخر يا جماعه، شغل عالي جدا جدا. وهنا برضو كان عندي شوكولاته شيبس طبيعي، سما طبيعي، حطيت برضو على الوش برضو. كل حاجه بتدي منظر وشكل حلوين. يلا بينا نفتح بقى كده ونشوف الكاستر من جوه قالب الدنيا. والطعم بصراحه شايفين الدوناتسيه من جوه عامله ازاي يا جماعه، باظت خالص. وكمان النوتيلا الشغل عالي بجد بجد، طعم من الاخر وشغل عالي مفيش كلام. دايما يا جماعة نخلي شغلنا مفيش كلام. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات، هنلاقي كل جديد. وشكرا.